ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. مع وابي إلى طارق السكتيوي والشان، المغاربة نجحوا بالخيارات المحلية. قال بصريح العبارة: لا أعرف ولا أدري إن كنت أقدر أن أفوز ثالث مرة على الأسود. في وسط الملعب ضغط على منتصف الكرة، والكرة عمانية خطيرة، التسديدة الأولى ضربة مرمى للحارس الودادي مادي بن عبيد. المدرسة ممكن الأولى في المغرب على مستوى صناعة حراس المرمى هي مدرسة الوداد، من بادو الزكي إلى ياسين بونو. جميل الأحمدي، خطيرة المحاولة في بداياتها لعمان، انطلاقة ولكن طويلة بعيدة. ضربة مرمى للحارس 2012 في السعودية في الفاينل على ليبيا. بداية قوية من المنتخب المغربي، وهنا شوية بعيدة. ضربة مرمى للحارس، كرة خطيرة وصلت التوسيعة، ستكون خطيرة من حمد الله، ولكن الدفاع العماني سكر المنافذ. الدفاع العماني ترجع كرة ملعوبة طويلة، الاستحواذ مغربي، المغرب والإصرار على ينال أمور اليوم، والتأكيد بهدف 1-0. ضاعت من الأسود، ضاعت الكرة من وليد، أهداف الكرتي في الذاكرة، ووليد يسدد والكرة إلى الركنية. لعب السابق لنادي الوداد، تجربة مصرية ناجحة جدا للكرتي اللي يضرب كرة واستدت من الدفاع وخرجت للركنية من خلال حركية كبيرة في منطقة الستة امتار. الكرة داخلة مغربية، تلعب الكرة ضربة راس، يخرج ابراهيم المخيني موجود، المغربي يسيطر، والكرة من رقم 7 تمشي كرة من الأطراف، تلعب الكرة مغربية عن طريق بلوكسوت، ثم حمد الله يمشي الكابيتانو بلوكسوت، يلعب كرة ممتازة، يراوغ، يصر على المرور، يغطي الدفاع العماني، يرجع بلوكسوت من روح، انطلاقة ومهارة عرضية ورأسية للمغرب. مرتبة ثالثة في 2002 في الكويت، ولقب 2012. آخر نسخة مغربية عربية كانت توقفت في الربع النهائي أمام الجار الجزائري في مباراة للتاريخ، مباراة درامية هيتشكوكية. ترجع الكرة عمانية، الإصرار للمنتخب العماني على الكونتر اتاك، هو الدفاع مغطي وموجود. أربع مرات في البطولة، 98 بالفريق الأولمبي، 2002 2012 21، وهذا الحضور الخامس للأسود تاريخيا في بطولات كأس العرب. أول مباراة في تاريخ المغرب في هذه البطولة كانت نسخة 98 في قطر في الدوحة، والفوز على الإمارات 1-0 كان هدف سجله ترمينا، اعتقد ان اسمه وقت حميد ان لم تخني الذاك، من اجل وجود ثغره والتسجيل. ترجع بالراس من الفريق العماني، من المنتخب المغربي لحد الان، والكره تمشي. كريم يحاول، بركاوي، كريم حاول التوسيع ويجيب ركنيه في هذه البطوله من الكره الثابته. تمشي كره خطيره للاسود، وترجع ركنيه ثالثه، ثانيه تواليا والثالثه لمنتخب المغرب. التركيز على راسيات حمد الله. عربي مر للدور الثاني، مكسيك 86، ليالي لا تنسى، وذكريات الانتظار وذكريات الزاكي ومصطفى البياس، خليفة لمريس، خيري من ركريمو، فنان بودربالة، السحار التيمومي، تلك ايام، والحداوي، مصطفى الحداوي ومصطفى الظلمي او عبد المجيد الظلمي. الرئة الثالثة، وقتها انا وصغير اكتشفت انه نقصة مقطوعة، الان خطيرة جدا، يعرف حمد الله، الجول يدور حمد الله، والحارس ابراهيم المخيني. ابراهيم المخيني يوقف الجول. كانت كورة 1-0 هنا، فتنة اللاعب المغربي يعمل اقتطاع كورة على ريتشاردسون نجم المنتخب الفرنسي لكرة اليد، يعطي سيبي ياخذ الكرة يحطها لحمد الله، وعبد الرزاق يصطدم بالمخيني.
والتحذير. سحسوح وصلت الكرة، بولقصوت يوسع كرة خطيرة بالراس ولكن برا اوت. المنتخب المغربي يحاول عن طريق كريم البركاوي. المنتخب المغربي قاد صعوبات كبيرة على الصعيد الهجومي لخلخلة الدفاع العماني الملتزم المنضبط اللي ناجح في انه يضيق المساحات. هيرفي رونار فماش نتائج كبيرة، فانه الكرة المغربية نجحت اساسا في تاريخها بالمحلي والهدف الاول مغربي، ولكن يتصدى ابراهيم. الكرة الثانية من الوصول. الحوار متواصل، ثنائية المواجهة بين حمد الله وبين ابراهيم، ونتيجة 2-0 للمخيني. شوف قوة حمد الله كيفاش يسبق قلب الدفاع، كيفاش يسبق الخميسي. المنتخب المغربي دقيقة ونص لنهاية الشوط الأول وفي خطأ ضد عمان. فاول يصفر الحكم خوان بينيتيز. مباراة تلخص في الشوط الأول على أنها 2-0 في الفرص. هذه كان ممكن تستوجب انذار. تدخل قوي من المدافع أحمد الخميس. كرة مغربية، كرة ثابتة للمنتخب المغربي ويخرج المخيني. حارس صعبة ما زالت ولكن ضاعت، والحكم يقول فاول للحارس العماني. ابراهيم المخيني، مصعب الشخصي، ثاني الرشيدي، احمد الخميسي، يوسف المالكي، عبد الله فواز، جميل اليحمدي، مصعب المعمري، حارب السعدي، ناصر الرواحي وعصام الصبحي. كرة ثابتة، سلاح وعنوان، يمشي كرة خطيرة وحارس ركنية. أول تسديدة على المرمى من عمان، وأول محاولة جريئة من عمان، وأول ركنية ستكون لمنتخب عمان. يتصدى بن عبيد لكرة رقم 14 العماني لإخراجهم من مناطقهم الدفاعية، من انضباطهم، من انكماشهم، من خطوط الثلاثة قريب البعض. ثبات أيضا تكتيكية قد تطغى. سنشاهد كيف سيكون خيار كارلوس كيروش والطارق السكتيوي والتعامل مع هذه الوضعيات. ورقة حمراء، ورقة حمراء على القائد حمد الله. لقطة تقلب أطوار المباراة. الكابتن عبد الرزاق حمد الله، وإقصاف دقيقة 8 من الشوط الثاني. شوفوا في اثار دم، ان شاء الله لاباس بالنسبه للاعب العماني. الحقيقه باغتتني في المباشر، احتاج الى ان اراها في الاعاده. هذه هي بالرجل، مقصوده مش مقصوده. تمهيد وتحضير وتوزيع، كره صعبه، كره بالراس، اقرب كره عمانيه، ولكن يتصدى الدفاع المغربي، يتصدى مروان سعدان. صعبة المباراة، الإقصاء غير كل المعطيات. ترجع الكرة لمنتخب عمان. هل يصمد؟ كل شيء ممكن في هذه المواجهة خطيرة، وكرة صعبة، ومرت سلامات على الأسود، وكان